بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عسلام الناس الكل. نستغفر الله ونتوب إليه. قبل كل شيء نذكركم في لايك في اشتراك في القناة اللي ما اشتركتش في قناتي، وبارتاج الفيديو مع صحابكم وحبايبكم. بربي يعيشكم، عاونوني خلي القناة متاعي تطلع. متى تعدوا 6 شهور وما وصلتش، معناتها عملت حتى 50 مشترك، وهم كما تعرفوا عام معناتها ما نوصلوش ال1000 مشترك، ويعاود الواحد كل شيء من جديد. لهنا هذا اسباس البركة في القصرين سونتر. بعد ما جابوا الوليدات الكران نتاعهم كما تعرفوا، الثلاثي الاول والثلاثي الثاني والثلاثي الثالث تجمعهم الكل في اخر العام، ديجا اخذوا الكارنيات مؤخر. خرجناهم يتفرهدوا شوية على خاطر كانت النتائج نتاعهم والحمد لله باهية. كان الحقيقة ثم انعكاس سلبي على معظم التلامذة بحكم معناه تجميع النتائج الآخر العام، بحكم انهم ما خذوش الكارنيات معهم نتاعهم في وقتهم. لكن ان شاء الله العام الجاي تكون الظروف احسن واحسن، وان شاء الله اللي الاولياء يحرصوا على وديتهم اكثر. وان شاء الله بالنسبه للمعلمين نحن نتمنوا لهم معناه تكون ظروفهم المعيشيه، على خاطر بحكم غلاء الاسعار معذورين انهم يطالبوا تحسين ظروفهم المادية لمواكبة غلاء المعيش. وهذاك كل إنسان عنده رؤيته وعنده مطالبه المشروعة، اللي هو كل إنسان فاهم وضعيته. لكن وليداتنا تعبتهم الوضعية شوي. هذه فرصة في العطلة في النص الثاني متاع أوت وأول سبتمبر باش نحاولوا نتفقدوا وليداتنا، ونحاولوا نوكبهم من جديد، ونحاولوا ننقذوا النقص اللي حدث في العام الفارط، بحكم لانه ما صارش معناها مراقبه مستمره. مراقبه صارت في الامتحانات في الواحد، لكن ما صارتش في التسلم الاولياء للكرنيات نتاع وليداتهم بالثلاثي. ان شاء الله يكون الجاي خير على كل حال، وما نخلوش العطلة كاملة لعب بالتليفون وإلا فرجة في التلفزة، على خاطر من بعد بتجربتي الخاصة هذاك ينعكس انعكاس سلبي على الصغيرات وكل. أكيد راهو معظم العائلات هزت صغيراتها ومشوا معناها عاملوا نهايرات مصيف تكسير للروتين وكل. راهو البحر ماشي ويخيب في المدة الجاية، على ده خاطر إن شاء الله تو نهبط لكم الفيديوهات متاع المصيف متاعنا. البحر ولا فيه الحرية تو، لكن باهي يعني بحكم انه اوسو، والواحد يحاول يستغل الوقت تو قبل النص الاخير متاعه تكون العمان في البحر خايب. واكيد نحن ماشيين الماء الاغلبية نقولوا كما نقولوا نحن نمشوا نكمدوا بعد تعب عام كامل. نستغفر الله ونتوب اليه. الاسباس متاع البركه هذه منه سونتر كوميرسيال، ومنه فيه اللعب هذيك، ومنه في فضاء للعائلات ياخذوا بيتزا ياخذوا مقلوب، ولا اللي هو يكمندوا حاجه يشربوها، وهنم وليداتهم يلعبوا على عينيهم. هذه فرصة بالنسبة للعائلات في القصرين سونتر، بحكم شبه غياب وسائل الترفيه. هونهم يهزوا صغيراتهم غادي يلعبوا ويكونوا على عينيهم ويخرجوا ديفولمون متاعهم، والأولياء يكيف وليداتهم كي يتحصلوا على نتائج باهية، باش في المستقبل يكون ليهم المكافأة هذيك، تكون ليهم حافز على انهم يتحسنوا اكثر واكثر، وانهم يثابروا اكثر واكثر، وما يختلفوش اثنين في انه التليفونات عندها اثر سلبي على صغيراتنا. وكي تجي تسأل اي ولي ولا تحكي مع ولا اللي هو تقول لك راني بعبارة اوضح مغلوبة على امري، لا ثم نظام يصير. أما رؤيتي ومن وكبتي لصغاري راهو التليفون راهو يضر بالمخ، وحتى التركيز ينقص بالوقت، خاصة كي يبدو الصغيرات يبدو باللعب التليفونات على بكري. فإذا نعطوا ساعة ولا 2 توب للعب التليفون، وهيك العالم الافتراضي ذكر مخليهم حتى يهربوا من بعضهم. وكي تكون مواكبتهم لبعضهم ولا لعب مع بعضهم يكون أكثر شيء مبني على العنف. فإذا نحاولوا إن ننظموا ما بين المواكبة العادية للتليفون، وما بين لعب صغيرات مع بعضهم، وبين إنهم يعيشوا عيشة طبيعية فيها حوار وكل. على خاطر التليفون راه وأكل عيشة في العالم الافتراضي ذيك تبعد صغير وكل شيء، وبرشا صغيرات معناها تأثر عليهم تأثير نفسي سلبي. فإذا نحاولوا نحن بحكم خبرتنا وحنكتنا ما نخلوش صغيراتنا فريسة لك التليفون ولا اللي هو الألعاب بتاع الانترنت وكل، على خاطر
تضر وليس تنفع. تضر وقت اللي ما ننظموهاش، وقت اللي ما نشرفوش عليها نحن كناس معناها ريزونابل اكثر. الصغير ما يعرفش كيفاش ينظم روحه، الولي يخليه يتورط، وبعد يا اما يعاقبه والا يبدا يحاسب فيه على نتائجه اللي تطيح وكل نتيجه اللعب هذاك، في حين انه قادر على من الاول ما يخليش النقمه تتولد في الصغيرات بحكم حرمانهم بالتليفونات وكل. اللي ولا طاغي اي انسان تلقى عنده تليفون تو، لكن اللعب سوء كنترول ويشوفوا في شنو قاعد يحل بالضبط. خاصة الألعاب العنيفة فري فاير راهي تأثر حتى على الجارجون تاع الصغيرات. نحاولوا نحن مش نسيلكسيونوا ليهم ولا نسكروا لهم ولا نحرمهم من حاجات، مي كل حاجة تكون بالوقت وبالنظام وكل، وتفك الصغير ماك التليفون هذاك وتعطيه وقت لنفسه، وقت لأنه يواكب فيه الحياة العادية بشوي بشوي. لهنا هذه يقولوا هم يسموا فيها ترامبولين ولا مدري وشني يلعبوا فيها الصغيرات. ما كانتش موجودة برشا اسباس ترفيه، لكن تو ولا الواحد ينجم يخرج وليداته، مش بالضروري يهزم البقايع بعيدة، خاطر ساعات معناها بالإمكانيات متاع العائلات اللي فيها 4 ولا 5 أفراد ولا 6 واللي هو المهم العائلات معناها المتعددة الأفراد تصعب عليه إنه يخرج بصغيراته على خاطر تتكلف له الخرجة، في حين إنه كي يهزهم البلايصة كيف كيكا في وسط البلاد تكلف ليه كان عنده تاكسي تكلف ليه 5000 ليرو تور، ولا كي بالكرهب وكل، وقتها ما يكونش معناها أصرف على الخرجة متاع صغيراته، ومعناها في نفس الوقت ما يحرمهمش على خاطر العامل المادي تو عنده دور كبير. ولهنا دخلت معاكم للسباس متاع البركة اللي هو في نفس البلاصة هذيك، ثم بيسينات نجم نشرهم للصغيرات كي يتعذر علينا ان نهزهم، حتى نهزهم للمصيف ما طولش البريود برشا، وبحكم ان الصيف مازال متواصل نشرونهم بالبيسينات هذاكم نحطهم يا اما في السطح ولا اللي هو ولا اللي عنده اسباس، المهم نخلو ديما نعسوا على الصغيرات باش ما يزلقوش في الماء وكل. وبالطبيعة ثم مبل فيه بروموسيونات وبرشا حاجات في هذا فضاء متنوع فيه كل شيء، ماكلة لبسة إلكتروميناجير، معناها فرصة لنا نحن باش يصير أكثر شوي هذه اللبسة توندونس في كل شيء. وواحدة من الناس لاحظت اللي الأسوام ريزونابل واللي تو طالع خاصة بالنسبة للسيدات اللي روب شميز هذوك بكل زاهي للصيف باش الواحد يخرج من الروتين ويستمتع بكل شيء، مش كيما نحن نلبسوا ونحن نخدموا ثم معناها رؤية، وكيما نلبسوا في الصيف حتى وليداتنا نخلوهم يلبسوا على حريتهم، ومن بعد يصير تأطير من بعد واحد آخر. وفي القراية بطبيعة ثم نظام آخر، هذه بالنسبة للأمهات باش البنية ولا الولاد يحس روحه إكليبري. ساعات يجيني ولدي يقول لي خليني نحاجم ديغرادي وكل، نقول لي خلي للصيف، والا بنتك تلبس معناتها مثل صغيرة هي تلبس لابسه معناها ميني ولا مكرو اللي هو، نقول خلاها وتو يجي وقت اخر نأطرها بحكم صغر العمر باش ما تبقاش هذيك فاز فيد في حياة الصغير، وما يحسش اللي ابوه ولا امه تعسفوا عليه، ويكون ثم نظام. لهنا وصلت بكم بريسك لنهاية الفيديو، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونوصيكم على لايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو قادم باش نهبط لكم بإذن الله على قريب المصيف متاع مع عائلتي اللي عديناه في سوسة. ما كانتش بريود كبيرة لكن أحسن الاستمتاع بالوقت، استمتعنا به. حتى بلادنا راهي القصرين فيها تنجموا مش بالضروري الواحد يبعد، تنجموا تستغلوا الوقت، وكل عشية الواحد يخرج عائلته باللي يقدر عليه، ومش بالضرورة إسراف، واللي واحد ينجم يصنع جو في الدار بطبيعة. لكن الصيف معروف بخرجاته ومعروف بالترفيه، على خاطر هذاك اللي يخلي الإنسان يجدد طاقته، خاصة النسوة العاملات اللي تخدم دوبل شارج، تخدم في الدار وتخدم البرة وتكون مواكبة لصغيرات، تكون صعيب عليها المعطاش هذيك، وتستغل الصيف باش تجدد النشاط متاعها وباش ما تكلش وكل. نستغفر الله ونتوب إليه. هذوما البيسينات اللي كنت نحكي لكم عليهم تاخذوهم لصغيراتكم. ثم برشا حوايج فيها بروموسيونات للي يعرف كيفاش يتصرف وديما يواكب، راهو يشري الحاجة معناها بثمن ريزونابل وينظم روحه ويعمل كل حاجة برنامجها. نستغفر الله ونتوب إليه. أنا إن شاء الله في الجمعة الداخلة باش تصب الأمطار، إن شاء الله أمطار معناها منفعة للناس الكل، وإن شاء الله ربي برد علينا يا ربي. نستغفرك يا ربي ونتوب إليك.
وأترككم في أمان الله وبسلامة، وكملوا معنا استمتعوا بالفيديو اللي معناها لهنا فيه ضالة كل امرأة من معون، من لبسة، من كوسميتيك، من إلكتروميناجير، من كل شيء، كل شيء تلقى فيه من